الذكاء الاصطناعي وصل على الأرض. فاكر الصور اللي كانت بتتحرك على جدران مدرسة هاري بوتر لأشخاص المفروض إنهم أموات؟ سنة 2018 اتعرض فيلم ريبليكاس اللي كان بيتكلم عن نقل عقول الجنود الميتة للروبوتس، وبالرغم من نهاية الفيلم إلا إنه بيبين إمكانية وصول التكنولوجيا دي للدرجة دي من التطور، وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة أشخاص ماتوا للحياة من تاني. وأكيد برضه شفت صور لأشخاص على النت المفروض إنهم ماتوا من زمان، لكن صورهم بتبان كأنها فيديو متصور، أو حتى ممكن تكون شفت هولوجرام في حفلات لفنانين المفروض إنهم ماتوا من زمان. تطبيقات كتير شفناها مع تطور الذكاء الاصطناعي، وخصوصا في الفترة الأخيرة، واللي سيطرت على عقول كتير من الباحثين لفهم الحدود بين الحياة والموت واستعادة التفاعل مع ناس ماتوا. تفتكر فعلا هل في تكنولوجيا ممكن توصل للحد ده؟ وهل هو فعلا علاج هيساعد الناس على تقبل فقدان الناس اللي بتحبها؟ ولا هتبقى التكنولوجيا دي مجرد بيزنس لأشخاص هتستخدمه للعب على مشاعر الناس؟ وإيه أهم التطبيقات دي؟ والسؤال الأهم، هل ممكن التقنيات دي تأثر نفسيا واجتماعيا علينا؟ حضر كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم، وفي الفيديو ده هجاوبك على كل الأسئلة دي. وما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل كمان اشتراك في القناة. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. كتبت الصحفية ليلي مارشيه الكاتبة بصحيفة ليزيكو الفرنسية مقال بعنوان الذكاء الاصطناعي بدأ يكلم الموتى، واتكلمت عن الجهود المبذولة عشان يخلوا الأموات يتفاعلوا بشكل أسهل مع أهلهم وأصدقائهم زي ما يكونوا كأنهم لسه أحياء. وفقا لتقرير نشرته نيويورك تايمز بعنوان الحديث مع الموتى باستخدام الذكاء الاصطناعي، قالت فيها أن عدد من الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي بتتيح لعملائها الاتصال الافتراضي مع أشخاص ماتوا من خلال أبليكيشن على التليفون بيولد ردود وآراء من الشخص المتوفي بناء على ساعات من المقابلات اللي اتسجلت معاه قبل وفاته، غير تقديم فيديوهات تفاعلية بيظهر فيها الأشخاص المتوفين بيتنفسوا وبيتحركوا وبيتفاعلوا بشكل طبيعي لما بيردوا على أسئلة أهلهم. التطبيقات دي ما بتقدمش إجابات تخيلية، هي بتولد إجابات من الردود اللي قدمها الأشخاص دول فعليا قبل وفاتهم. صحيح ممكن تكون دي وسيلة للحفاظ على الذكريات واللحظات الجميلة، لكن في المقابل الموضوع ليه بعد أخلاقي وممكن كمان يسبب تداعيات نفسية خطيرة لازم نكون عارفينها كويس. في تقرير نشر في نيويورك تايمز، في تطبيقات كتير بتستخدم الذكاء الاصطناعي في التواصل مع الموتى، زي مشروع شركة ديب برين AI ريميمبر اللي من خلاله بيسجل المتوفى مقاطع مصورة ليه على مدار ساعات عشان يعمل نسخة رقمية عنه تقدر ترد على الأسئلة. وبيقول جوزيف مورفي رئيس قسم التطوير في الشركة إن التقنية ما بتقدمش محتوى جديد، يعني ما بتقولش عبارات ما كانش المتوفى هينطقها أو يكتبها خلال حياته. أما في 2017 قدمت مجموعة مايكروسوفت براءات اختراع عن دراسة إمكانية الاستنساخ الرقمي للأشخاص في شكل شات بوت للذكاء الاصطناعي بيخليك تتكلم مع أي حد مات، وبيستخدم الصور والفيديوهات والسوشيال ميديا والإيميلات وأي معلومات عنه وبيحللها عشان يعمل شخصية افتراضية زي الشخص اللي مات بالظبط. وتنص براءة الاختراع إنك هتقدر تتكلم مع الروبوت ده كأنك بتتكلم مع الشخص الحقيقي بالظبط، مع مراعاة سمات زي أسلوب الكلام ونبرة الصوت وطول الجمل ومدى تعقيدها، غير سمات سلوكية زي الاهتمامات والآراء والمعلومات. وده على فكرة مش كلامي، ده طبقا للاندبندنت البريطانية. وفي 2021 أطلقت شركة ماي هيرتج ميزة ديب نوستالجيا، وهي تقنية بتسمح للمستخدمين بتحويل الصور لمقاطع فيديو قصيرة تظهر الأشخاص في الصور وهم بيبتسموا وبيتحركوا، وبتعتمد على خوارزميات التعلم العميق لتحريك الصور وتعبيرات الوش. وأكدت الشركة على موقعها إنها خدت خطوات لمنع الانتهاكات. ففي ديب نوستالجيا الصور المتحركة بتبقى مشفرة بدون أي كلام عمدا عشان ما يتمش استخدامها لتزييف أي محتوى. أما شركة سومنيوم سبيس أعلنت اعتمادها على الميتافيرس في صنع نسخ افتراضية عن المستخدمين بعد وفاتهم من غير أي تدخل بشري، في مشروع باسم لايف فوريفر اللي بيعمل شخصية افتراضية ليها نفس كلام وسلوكيات الشخص المتوفي. وبيقول مهندس جوجل السابق راي كوزويل إن هيتم اختبار النماذج دي في اختبار تيورينج، وهو اختبار بيبين قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي مقارب لسلوك البشر أو لا. ده معناه إن لو شخص افتراضي اجتاز اختبار تيورينج فده في رأيه دليل على إن الشخص ده واعي، واللي كنا اتكلمنا عنها في حلقة قبل كده بعنوان مين إنسان ومين روبوت، وحلقة مشروع كيو ستار ممكن ترجع تشوفهم لو عايز تعرف تفاصيل أكتر. أما في 2023 طور الخبراء تكنولوجيا جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة الموت افتراضيا باسم تكنولوجيا الحزن أو استحضار الأرواح الرقمية، واللي طبقا للديلي ميل البريطانية التكنولوجيا بتعمل نسخة للمتوفي باستخدام كل معلوماته على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. النسخة الافتراضية دي شكلها وكلامها وتفاعلها زي الشخص الحقيقي بالظبط. وتطبيقات تانية زي تطبيق
ريبليكا وتطبيق هير افتر اي اي اللي ظهر في 2022 كلها بتعتمد على التزييف العميق ومشابه للي بيتم استخدامه في مجالات كتير زي الموسيقى والجرافيك وغيرها. كنا اتكلمنا عنها وشفنا ازاي بيتم استخدام المعلومات على السوشيال ميديا بشكل خطير في الاحتيال الالكتروني واللي ممكن يتسبب في مشاكل قانونية واخلاقية كبيرة. ممكن ترجع تشوف الحلقة لو عايز تعرف ازاي. وعشان تقدر حجم الضرر، حضرت دراسة قانونية لكلية إيستون للقانون في جامعة كوينز بيلفاست وكلية القانون في جامعة نيوكاسل البريطانية من إمكانية استخدام الجوست روبوت أو الشبح الآلي لإعادة تكوين شكل أو صوت أو حتى سمات شخصية لأفراد ماتوا، سواء بالذكاء الاصطناعي أو الهولوجرام أو حتى بالتزييف العميق. وده لأنه ممكن يتم استخدامه في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية. حتى الخبراء بيأكدوا أن تقنية الذكاء الاصطناعي مش معصومة من الخطأ، وبيحذروا ان ممكن الشات بوت المستخدم في هيئة الشخص المتوفي يتكلم باسلوب ما يشبهش الشخص الحقيقي، واللي هيأثر سلبا على نفسية اهله ويخليهم يرفضوا فكرة فقد احبته، وده هيعتبر مشكلة اكبر. غير تحذير الخبراء النفسيين من تأثير التطبيقات دي لانها بتسبب ارتباك في مراحل الحداد المعروفة، واللي بتتكون من 5 مراحل بتبدأ الانكار ثم الغضب والرفض ثم الاكتئاب والحزن الشديد وبعدها التسوية لتقبل اللي حصل وصولا لمرحلة القبول. مع تخطي الصدمة دي بيكون الإنسان قادر يتخطى مراحل الحداد ويتقبل الواقع. لكن بعد انتشار ظاهرة الاعتماد على التطبيقات دي في الفترة الأخيرة، الخبراء بيعتبروها خطوة غير سليمة ومش بتساعد في تخطي الصدمة. بالعكس، دي ممكن يكون ليها تأثير سلبي سيكولوجيا واجتماعيا ونفسيا على أهل الشخص المتوفي. الخلاصة يا صديقي إننا بنعيش في فترة التكنولوجيا فيها بتتطور أسرع بكتير من السنين اللي فاتت. التطور ده قادر يخلق فرص هائلة وتحديات مرعبة. التحديات القانونية زي مين ليه حق الوصول للمعلومات دي، غير التحديات الأخلاقية والدينية بالذات في موضوع استعادة ناس ماتت بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. ولو عايز تعرف أكتر ممكن تتفرج على الحلقة الأولى من الجزء الثاني من المسلسل الشهير بلاك ميرور بعنوان بي رايت باك، واللي فقدت فيها مارثا صديقها في حادث ولجأت للذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة رقمية من صديقها عن طريق أبليكيشن باستخدام معلوماته على الإنترنت وملفاته الشخصية على السوشيال ميديا. بيقول أستاذ الفلسفة بجامعة السوربون جان ميشيل بينيسي عن ظاهرة الاستنساخ الرقمي إنه بداية عصر الاستعداد للتحدث للفراغ، وهو صورة مذهلة عن شعورنا بالوحدة والاكتئاب اللي بقى منتشر في مجتمعاتنا اللي اتحكمت فيها التكنولوجيا. قولي رأيك في التعليقات، أو ممكن لو عجبك المحتوى تكتب لي بس مهتم. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.